أشرف حكيمي بين المجد والجدل. هل كانت مؤامرة لمنعه من الكرة الذهبية لسنة 2025؟ في زمن تتحول فيه النجومية إلى سلاح ذو حدين، يقف لاعب مثل أشرف حكيمي بين قلوب الجماهير وعدسات الإعلام، بين تألق فوق الميدان وعاصفة خارجه. حكيمي، الاسم الذي كان وما يزال مصدر فخر للمغاربة والعرب، ابن المهجر، انطلق من أكاديمية ريال مدريد، شق طريقه بصمت وتألق في دورتموند ثم أنتر ميلان والآن مع باريس سان جيرمان. لاعب لا يناقش في موهبته ولا يختلف على تأثيره في الملعب وخارجه. لكن في مارس من 2023 ضجت وسائل الإعلام بخبر صادم: أشرف حكيمي متهم في قضية اعتداء جنسي إثر شكوى تقدمت بها فتاة فرنسية بمدينة نانتير. الخبر نزل كالصاعقة، لا على الوسط الكروي فقط بل على الملايين من محبيه في العالم. رغم نفيه القاطع ورغم غياب أدلة حاسمة، بدأت تخرج شكوك وتساؤلات من الرأي العام. هل كانت القصة حقيقية أم مجرد خطة مدبرة لإسقاط نجم في عز تألقه؟ بعض التحليلات ألمحت إلى أن الأمر ربما لا يكون بريئا بالكامل، وأن هناك من يسعى لضرب سمعته. وسط هذه العاصفة لم يكن أشرف وحده، بل كان صديقه كيليان مبابي حاضرا، يحاول الدفاع عنه ويتحدث لصالحه في الكواليس. ورغم هذه الفوضى، عاد حكيمي إلى التركيز على كرة القدم وواصل تقديم مستويات كبيرة. واليوم في سنة 2025 يعتبر أحد أبرز الأسماء في العالم، ويلعب دورا محوريا في باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب. ولأول مرة اسمه يطرح بقوة في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025. هنا بدأ السؤال الأعمق: هل كانت القضية مجرد عقبة قانونية، أم أنها كانت جزءا من خطة لإبعاده عن المجد الفردي؟ هل من الممكن أن يتم إسقاط لاعب عبر تدمير صورته الإعلامية فقط لمنعه من التتويج؟ الكرة الذهبية ليست فقط مهارة وأرقام، بل هي أيضا صورة، أخلاق، ورأي عام. وأي شبهة حتى لو كانت غير مثبتة قد تكفي لإخراج اسم لاعب من المنافسة، حتى ولو كان من الأفضل في العالم. هل نعيش اليوم حالة من استهداف ممنهج، أم أن الموضوع لا يعدو كونه صدفة مؤسفة؟ هل من العدل أن يحرم لاعب مثل حكيمي من فرصة التتويج فقط لأن اسمه ارتبط بقضية لم تبت فيها حتى الآن؟ القصة لم تنتهي بعد. الملف القضائي لم يغلق نهائيا، والرأي العام منقسم، والموسم لم يحسم. لكن الواضح أن مسيرة حكيمي باتت تحمل في طياتها أكثر من مجرد أهداف وتمريرات، باتت عنوانا لقضية رأي عام. في النهاية لسنا قضاة، لكننا نملك الحق في التساؤل والمعرفة والمراقبة. ننتظر ما ستقوله العدالة، ونترقب قرارات الفيفا، ونراقب كيف سيتعامل الإعلام مع اسم حكيمي في سباق الكرة الذهبية ل 2025. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. هل تعتقدون أن أشرف حكيمي ضحية مؤامرة؟ وهل تؤمنون أن هذه القضايا فعلا تستخدم أحيانا لإسقاط النجوم؟ وهل يستحق فعلا التتويج بالكرة الذهبية هذا العام؟ اشتركوا لمتابعة الجديد، لأن الحكاية لم تنتهي. مرحبا بكم في قناة آرك، حيث يلتقي عبق الثقافة المغربية بجوهر التسامح. هنا نروي الحكايات، نكشف الجمال، ونبني جسور التفاهم بين الماضي والحاضر، بين المغرب والعالم. إذا كنت تؤمن بقوة الثقافة، بقيمة الحوار، وبجمال الاختلاف، فأنت في المكان الصحيح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن رحلتنا بدأت الآن.